السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهاردة حلو قوي وهيعجبكم جدا ان شاء الله. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وكومنت حلو منكم، بيفرحني قوي والله وبيسعدني. وطبعا اشتراك اي حد في قناتي ده شرف ليا. النهاردة بقى الكفتة القمر دي، كفتة رز طبعا، مش عاملينها لا بلحمة ولا بجمبري. وكفتة وهمية، الطعم أكتر من رائع. تفتكروا عاملينها بإيه؟ عاملينها بالفراخ. هتقولوا بالفراخ؟ أيوة بالفراخ. وهتطلع معاكم في منتهى الجمال وهتعجبكم جدا. نيجي نشوف الطريقة بتاعتنا. حطيت بصلتين في الكبة، هفرمهم ناعم كويس قوي. بعد كده انا كان عندي نص كيلو فراخ متبل في الفريزر، تقريبا كان في حدود نص كيلو. فحتى لو متبلة برضه هنستخدمها عادي جدا ولا اي حاجة، بس نخلي بالنا ما نحطش ملح كتير. فخدت النص كيلو فراخ حطيته على البصلتين، بصلتين متوسطين مش كبار قوي، وهنفرمهم مع بعض كويس قوي فرم ناعم. هي كل الموضوع في المتبلة ان انا اقلل الملح واخلي بالي يعني. هنزل بالشبت والبقدونس، انا ببقى حافظاه عندي في الفريزر برضو مفروم جاهز. فكل حاجة سهلة عشان كده، يعني الحاجة موجودة متجهزة، فبتبقى الموضوع سهل جدا. فرمناهم كويس مع بعض. بفرم كل حاجة مع بعضها حاجة حاجة عشان تبقى ناعمة ومتماسكة قوي. هنزل بالتوابل بتاعتي، ملح فلفل 7 بهارات، وكمون وكزبرة، ولو عايزين تضيفوا شطة براحتكم. هبدأ بكوباية رز مطحون الأول واضرب واشوفها هتحتاج قد ايه. انا عندي رز كنت مطحون جاهز برضو. فانا كوباية مطحونة هي اخدت حوالي كوبايتين وربع، يعني كمية الفراخ دي اخدت حوالي كوبايتين وربع بس مطحون، مش قبل الطحن. وفرمتهم مع بعض كويس قوي. طلعت العجينة بالشكل ده، ممتازة جدا. لا هي ناشفة قوي ولا هي طرية، ما بتلزقش خالص، والطعم وهمي. صبعتها وبعدين حمرتها في الزيت. عايزين تعملوها بصلصة براحتكم، مفيش أي مشكلة. هتطلع في منتهى الجمال، طالعة متماسكة حلوة جدا. الطعم فظيع، يمكن ممكن ما تميزوهاش عن كفتة اللحمة، والريحة بتاعتها في منتهى الجمال. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وكومنت الحلو بتاعكم، بيسعدني جدا وبيفرحني قوي. وما تنسوش بقى تجربوها وتقولي لي رأيكم فيها ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.